في ايه؟ سحبة الكحل تبقى لبره شوية، والحمرة اللي في الخدين برضو تخف شوية. يوه زهقتيني معاكي. ايه، مش لازم الزينة تبقى على مزاجي؟ اه طبعا، ما انتي عروسة. ايوه. مولاتي شهرزاد، مولاي شهريار وصل. ومولاكي زمان مع مولانا شهريار؟ لا يا مولاتي. طب روحي انتي وانا جاية وراكي. ايه يا عروسة؟ شكلك قمر. شرف لمقام المتواضع يا مولاي زيارتكم لقصري. ما تقولش كده يا وزير قمر الزمان، احنا خلاص بقينا اهل. اهي شهرزاد جت. اسمح لي يا مولاي بالانصراف عشان اشرف بنفسي على ترتيبات الحفل. انا مش فاهم ايه اصرارك اني ابقى موجود هنا في استقبال اخويا شهزمان وهو جاي يطلب ايد اختك. ما كنا جينا سوا. انا مش فاهمة انت ازاي لغاية دلوقتي مش واخد بالك. مش واخد بالي من ايه؟ اخوك جاي يطلب ايد اختي، صح؟ يطلب ايدها بقى من ملك زيه ولا من وزير؟ لا، من ملك زيه طبعا. طيب. انت قصدك تقولي يعني ان اخويا الملك شهزمان جاي يطلب ايد اختك انت وهي بنت وزير يعني، فجاي يطلبها من ملك زيه الملك شهريار المعظم، مش كده؟ كده يا شهريار يا حبيبي، انت بقيت كبرنا. انت موافق يا والدي ان الملك شهزمان يطلبني من مولانا شهريار؟ طبعا. طبعا. يعني يبقى حسك في الدنيا وتوافق ان الملك شهزمان يطلب ايدي من اخوه؟ اولا مولانا شهريار هو ولي امرنا كلنا. ثانيا وده الاهم، شهريار هو الضامن لاخوه شهزمان لو بدرت منه اي اساءه ليكي بعد ما ياخدك ويسافر على بلده. فهمتي بقى ايه اللي بيدور في دماغ اختك شهرزاد؟ مولاي الوزير، مولاي الملك شهزمان وصل. طيب اتفضل. يلا يلا عشان نبقى في استقبال قدامي. صراحة أنا مش فاهم، هو ده تقليد جديد ولا إيه؟ أقول لك أنت يا عمي ولا أقول لقمر الزمان يا عمي؟ إن جيت للحق انا زيك بالظبط مش فاهم اي حاجه، بس هو احساس لطيف ان اكون اخوك الكبير وتقول لي يا عمي. كده ولا ايه يا وزير قمر الزمان؟ يا مولاي، أتصور إن كل أب يتمنى تشريف بناته ورفعة شأنهم، ومفيش تشريف لبنتي دنيا زاد أكبر من إن أخوكم الملك شهزمان الموقر يطلب إيدها منكم. واقعد انا بقى اتشرط واقول لك هتجيب لها ايه وهتعيشها ازاي والكلام ده، مش كده؟ حد بعد نسب الملوك يدور ايه اللي هيتجاب وايه اللي هيتقدم؟ أنا بصراحة لما شفت شهرزاد حسدتك عليها، بس لما شفت دنيا زاد حسيت إن الدنيا كلها هتحسدني عليها. طيب انا هقوم اشوف. تقومي تشوفي ايه؟ مولانا شهزمان بيقول لك كلمتين حلوين، معقولة تقومي وتسيبيه؟ بعد إذنك يا مولاي، أنا عايزاك في كلمتين. انا؟ أيوه. قوي قوي. في حاجة؟ أنت عاملة إيه؟ الحمد لله كويسه. وانت؟ أنا بخير، أنا بخير طول ما بشوف عيونك الحلوين دول. تعالى. دي أوضتي، عشت فيها من وأنا صغيرة لحد آخر حلم حلمته. اللي هو ايه؟ اللحظة اللي احنا فيها دي كانت آخر وأهم حلم حلمته. بالرغم من خوفي منك، بس عمري ما قدرت أمنع نفسي إن أنا أحلم باللحظة دي، إن أنا وأنت نبقى هنا في جزيرتي الصغيرة. هنا قريت وعشت 1000 حياة مع الحواديت وكتب الحكمة. طب ايه رايك نسيب شهزمان ودنيا زاد يتعرفوا على بعض وتاخديني اسير في جزيرتك الصغيره دي وتكملي الحدوته؟ معقول هنقعد نحكي هنا ونسيب الناس تحت؟ احنا مالنا ومال الناس؟ هم ليهم حكاياتهم واحنا لينا حكاياتنا. يلا احكي. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والعمر المديد. مهما عملت يا شوهي
مش هوصلك للكنوز الحقيقية. بجد؟ طب هنشوف. الرحمة يا شوال، الصوت هيشق دماغي. اخوك عبد الاحد هو اللي في ايده يرحمك، مش انا. انت بتعملي فيه ايه؟ هو اللي عمل كده في نفسه وفيكم. خليه يقول فين مكان الكنوز وانا ارحمه حالا. عشان ابليس في الجنة يا شواهي، موتيني بالجوع بالعطش، افلعي دماغي، بس مش هنقولك اللي انت عايزاه. ارجوك قولها على مكان الكنوز، ارجوك ارحم نفسك وارحمني. اسمع كلام بنتك، انت لسه مش عارف انا ممكن اعمل فيك ايه. ابوس ايدك ارحمني، ابوس ايدك. قرر يا عبد الاحد، بنتك ضناك اغلى ولا الكنوز؟ شيلي ايدك، قطعي ايدك. انت لا، هقول لك على مكان الكنوز. عند جودر. مكان من الاول. يعني كنت مستأمن جودر على الكنوز ومخون اخوك يا عبد الاحد؟ يا خاينه خدعتيني. انت اللي بتتكلمي عن الخيانه؟ كسر ايدك. ما تتحمقش قوي كده. انت عارف مين اللي قال لي على كل حاجه؟ ومين اداني الرساله اللي انت ضحكت بيها على اخوك؟ بنتك حبيبتك جوهره. معقول؟ انت يا جوهره انت اللي مكنتيها مننا؟ معقولة يا جوهرة؟ بعد ما حبيتي ورعايتي ليكي وادفعي عنك طول الوقت اللي فات تسلمي الرسالة لخصومنا؟ انا اسفه، انا ما اعرفش انا كنت بفكر ازاي ولا بعمل ايه، سامحني يا والدي. ليه يا بنتي؟ ليه تعملي كده؟ أنا عمري ما حرمتك من حاجة. أي أب بيتمنى يشوف بنته سعيدة وفرحانة وبتحب، بس الغل اللي جواكي، الغضب، خلاكي توصلينا للي احنا فيه. خدوهم. هتاخدوهم على فين؟ هتاخدوهم على فين؟ هتاخدوهم فين؟ مكافأتك اللي وعدتك بيها، اعمل فيها اللي انت عايزه. خلاص بقيتي بتاعتي لوحدي، القصر كله بقى بتاعي، ومحدش هيعرف يتجزء مني. الخنجر ده كنت هنتحر بيه. بس انت اولى بيه دلوقتي.